ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتي كل حياتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده مبدئيا كده قلت استخدم الجردل الجديد عشان همسح الصاله كده وانضف الدنيا. انا رميالي الالعاب بتاعتها في الارض. الصاله نضيفه الحمد لله، بس ايه، همسحها وارتبها زي ما انتم شايفين. طيب يا جماعة، بنتي هي اللي رمت الألعاب في الأرض، عشان هنا زعلت إن أنا بقول هنا. بنتي اللي رمتهم في الأرض. لعب. طيب المهم يا جماعة، أنا عايزة أقول لكم حاجة. الناس اللي ساكنين جنبي في العجمي، في منطقة العجمي، لو عايزة حد يساعدك في البيت، أنا في مساعدة بتساعدني. ربنا يديها الصحة والعافية يا جماعة. هي محتاجة شغل، فهي قالت لي لو في حد عايز حد ان يساعده اروح اساعدها في تنظيف البيت وعايزه اقول لكم نظيفه جدا وشاطره قوي. بخليها تجيلي مرتين في الشهر ولا حاجه، بتخلي لي الدنيا بصراحه زي الفل. هي معاها 4 اولاد ومحتاجه للشغل قوي. انا لوحدي مش هقدر اساعدها. فهي حابة ان يعني دخلها يزيد، يعني يكون في شغل ليها كذا مرة في الشهر، ما يبقاش مرتين، لان هي مش بتروح لحد غير، يعني لان هي ما تعرفش يعني ناس كتير. فقالت لي يا هبة لو سمحتي، لو ينفع تقولي يعني لمعارفك لو حد عايز حد يساعده في البيت، انا موجودة. فيا جماعة، لو حد في العجمي عايز مساعدة تساعده في البيت، امينة جدا جدا جدا، ومجرباها بقالها فترة بتجيلي. نظيفة قوي قوي، اللي بتقولي لها عليه بتعمله، وشاطرة قوي. فلو حد عايز حد مساعدة في البيت في التنظيف وكده، في غسيل سجاد، في اي حاجة، هسيب لكم رقم الواتساب بتاعي تحت، اللي هو رقم الواتساب بتاع القناة. كلموني عليه وانا هوضح لكم يعني كل حاجة عنها. بس فاللي عايز المساعدة يا جماعة يكلمني على الواتساب تحت، وهقولك التفاصيل وهقولك اجرها ايه وهديها رقم تليفونك، او انت تاخدي رقم تليفونها وتبقي تتواصلي معاها وتحددي معاها اليوم اللي انت عايزاها تجيلك فيه. المهم زي ما شفتوا انا مسحت الشقه الحمد لله، كانت نظيفه. كانت ام ملك المساعده كانت عندي قبلها بيوم ومنضفه لي الدنيا، فكنت محتاجه بس ان انا امسحها. وبعدين نزلت السوق مع ماما عشان كان ناقصني شويه حاجات في البيت عايزه اجيبهم، فنزلت السوق عشان اجيب الحاجات اللي ناقصه، ونشوف يعني هنقضي يومنا النهارده ازاي. كانت ماما رايحه تكشف عند الدكتور في المستشفى، فقلت لها ايه، خلاص هاجي معاكي واحنا راجعين اشتري خزين لي البيت، عشان عندي يعني ايه، ديب فريزر فاضي مفيش ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك ولا اي حاجه. جبت حاجات السوبر ماركت، لكن حاجات الفريزر لا. فجبت سمك كده، وجبت شويه حاجات للولاد، وجبت طماطم. هروح البيت واوريكم كل بقى المشتريات اللي انا جبتها بالاسعار. بصوا، لقيت حد بيبيع زيتون اللي هو التفاحي ده زي ما انتوا شايفين، فجبت 3 كيلو. 3 كيلو ب100. قلت اخلله مع الليمون اللي انا جبته. تمام. وكمان ما كنتش جايبه رز، لان الرز اللي في الهايبر لقيته ما كانش حلو ومعظمه مكسر. فجبت كده الرز السايب ده، لقيته عند العطار حلو. بصوا اهو. الكيلو ب22 جنيه، فجبت 5 كيلو. وجبت كمان عصفر عشان اعمل بيه مخلل الليمون والزيتون ان شاء الله. وكمان كنت محتاجة كرتونة بيض، فجبت كرتونة ب135. والطماطم غالية قوي، فلقيت دي ب17. بصوا هي جامدة وحلوة وحجمها صغير، اللي هي الشيري دي حلوة، تتحط على سلطة على فول كده، تتقسم نصين برضو حلوة. تمام، لان الطماطم غالية قوي، ده ب25 جنيه، فدي ب17. تمام. وكمان جبت ايه، سمك من السوق. استنى هفضيه دلوقتي واوريهولكم. قبل ما اوريكم السمك نسيت، جايبه مصاصه وال اه صوص. طيب. وجبت الكراميلا دي بالقهوه دي، انا بحبها. بحب الحاجات دي في البيت، جالنا اضيف ولا حاجه اروح حطاها في البونبونيره كده يعني. تمام. ودي برضو بالقهوه، بس جواها بتبقى شوكولاته كده ايه، سايحه. فالكيس دوت مش عارفه كان ب30، وده تقريبا ب40. والمصاصه دي ب40. حكايه المصاصه دي بقى ايه، هنا بتحبها قوي قوي، وباباها كان كل ما ينزل معاها وياخدها معاها يروح شايرلها المصاص، عشان هي بتقعد تقول عايزه صوصه صوصه. اه بس بالتليفون. المهم،
فلو لقيت مثلا 5 جنيه باقيه سايباها على الكومودين ولا فلوس، تمسكها وتقف ورا الباب وتفضل تعيط يا بابا هاتلي صاصه، وتبقى ماسكه الفلوس اللي هو افتحولي انزل اشتري صاصه. فالمهم انا اشتريت كيس كده ب40 جنيه، وقلت كل ما تعوز كده بديها واحده كل يومين كده يعني. عارفه الحلويات دي كلها مضره، بس هي متعلقه بيها، باباها يعني على طول بيجيب لها، فقلت ابقى واحده ايه كل كام يوم يعني. تمام. بصوا جبت 2 كيلو من السمك اللي هو البولتي ده، انا اللي بحبه انا وولادي، فجبت 2 كيلو. تمام. جوزي ما بيحبوش يعني، محمد لما بيجي يقعد يقول لي انا زهقان منه في البلد، بلاش تعملي لي بولتي. فبجيب له بقى انواع تانية يعني، هو بيحب البربون. ده كيلو بربون، جبته الكيلو ب150. تمام. فده كده كيلو. وده جبت 2 كيلو. والبوري اهو. بحب البوري قوي اللي هو السنجاري، بعمله كده بالخضار في الفرن، ومحمد برضو بيحبه كده سنجاري. مين اللي مش بيحبه؟ مين بيحب السمك؟ انا اللي بتحبه. المهم فهنا بتحب السمك فعشان كده بنحب نعمله كتير. فالبوري دوت بجيبه بنضفه وبفتحه من الظهر، وبعدين ما بحشيه بقى خضار، بعمله سنجاري في الفرن بيبقى حلو قوي. كنت قايله في فيديو ان انا جايبه الكيلو ب85 جنيه، معظم التعليقات ليه ده عندنا مش عارفه ب190 ولا ب100 معرفش بصراحه، بس هو عندنا بالاسعار دي. ده عشان حجمه كبير كان ب110 تقريبا او ب120 حاجه زي كده. الحجم اللي كان اصغر من دوت كان قايل لي ب95 او ب100. هو بصوا بيبقى حاطط طاوله كبيره كده فيها كل الاحجام، كل حجم بسعر معين يعني، الاصغر من دوت بيبقى اقل من 100. تمام. بس فجبت اهو بوري، وجبت بولتي، وجبت الايه البربون اللي انتوا شفتوه تحت. البربون ده حلو قوي، بياكل جمبري، بس عايش على اكل الجمبري، فلما بتيجي تعملوه بيبقى طعمه اصلا جمبري. تمام. وهنا جبت كيلو جمبري، بس ده بقسمه على نصين يعني، نص ونص، بعمله على اكلتين. كمبري. كمبري. مش هسجل النهارده. خلاص خلصت كلام. الجمبري ده جبناه ب200 جنيه. آه ف... يا انا مش هتسكت. فالمهم بقسمه على نصين عشان بيبقى كتير يعني وغالي يعني، الواحد هياكله مره واحده في وجبه واحده، فلا بقسمه على نصين. وبعمل جنبه مثلا ايه سمك، كل واحد سمكية كده يعني، بقسم الاكل على كده. السمك يبقى كل واحد سمكية، واحط النص كيلو جمبري برضو يتقسم ايه علينا. بس عشان العيشة غالية وكل حاجة غالية، فبقينا ماشيينها بالتقسيم يعني. بس وحتى البوري دوت لما باجي اعمله بعمل مثلا 3 سمكات بس. محمد واحدة، وانا وهنا مثلا واحدة، او انا وجانا واحدة بتبقى كبيرة ناكلها انا وجانا، وواحدة ليوسف وانس. تمام. وجنبها بقى شوية جمبري او رز سلطة كده وبنقضيها. وبعدين مم. مين اللي بياكل السمك ده؟ مين بيحب السمك؟ بتحب السمك قوي؟ وايه تاني؟ والجمبري؟ قول لهم باي باي. طيب اعملي لهم كده، حطوا لايك. تتكسف. قولي لهم كده حطوا لايك. فاللي حط لايك عشان هنا يكتب لي بقى في التعليقات انا حطيت لايك لما هنا عملت لايك. بس يا جماعه دي مشتريات الشهر. طبعا مفيش لحمه ولا فراخ، بس عشان الفلوس خلصت بصراحه، اول حد كده وخلاص كل المصروف خلص. فاللحمه بقى محمد هيبقى يجيبها من الصعيد ان شاء الله يعني، لما يبقى جاي كده بيجيب لنا 3 كيلو ولا حاجه، بقسمهم بقى ايه على كل كيس كده ايه يعني 5 قطع 6 قطع على حسب عددنا يعني. جوزي موجود بحط 7 قطع، جوزي مش موجود احط 6 5 كده يعني. الفراخ بقى هبقى اجيبها لما يتوفر فلوس في نص الشهر مثلا، اخد فلوس زايده للمصاريف اليوميه، هبقى اجيب منها الفراخ ان شاء الله. لكن اهم حاجه عندنا السمك. بصوا يا جماعه السمك بقى ايه، غسلته وكيسته في الاكياس وشلته في الديب فريزر.
هعمل بقى النهارده على قدنا. طلعت كده السمكتين اللي هما البولتي دول، نضفتهم وفتحتهم، والسمك البوري بصوا نضفته اهو، بس هديله لسه غسله تاني. انا بوريكم يعني ان انا شلت الخياشيم بتاعته اللي بره، وبيتفتح من الظهر. ده السمك اللي بيتعمل سنجاري، بيتفتح من الظهر كده، بالبطن اهي، بتسيبي البطن السليمه وتروحي فتحاه كده من ظهره. تمام، هيتغسلوا غسله حلوه. وهنضفهم بالليمون. بصوا الخلطه بقى اللي انا مجهزاها. لو في فلفل عندي كنت حطيت، بس ما فيش. فقطعت الطماطم اهي الصغيره اللي انا جبتها، وقطعت بصل، وحطيت توم، وحطيت بهارات سمك وملح وفلفل اسود، وقلبت الايه كل الخضار ده ايه مع بعضه. لو في خضره بقى حطي عندك، في فلفل الوان حطي كده، ما فيش اللي موجود اعملي بيه. وهحط طبعا ايه ليمون. اغسل السمك ده غسله حلوه، وبعدين ارجع لكم تاني ونشوف هنسويه ازاي. بصوا هنا كده بعد ما غسلت السمك كويس، حطيت تحتيه كل سمكية ورقة فويل، عشان يبقى سهل لما اجي اغرفه ويطلع معايا بسهولة، لان السمك ده من النوع اللي بيلزق في الصينية كده، بيبقى دسم شوية. تمام، وسمكتين بس بولتي دول عاملاهم، واحدة ليا واحدة لهنا، عشان هنا بتحب البولتي اكتر يعني. خلاص، وعملت 3 بوري عشان العيال اهو. وهنا بقى الطبق اللي كان فيه الخلطة والحشوة، زودت فيه شوية مية وهحطها كده عشان السمك ما ينشفش. هحط عليه بقى شوية زيت، وبعدين هدخله الفرن. كل ده يستوي في الفرن، بيبقى خفيف يعني بصراحة، فبيبقى خفيف وحلو قوي، احسن من المقلي كمان. يعني انا دول ممكن اقليهم، بس لا في الفرن بيبقى حلو يعني، جربته كذا مرة في الفرن بيبقى جميل، او في الاير فراير بيبقى جميل برضو خفيف. بس هندخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه تاني. اوريكم بقى الزيتون المخلل عملت فيه ايه. جبت الزيتون، مسكته كله، قطعته شرايح كده، فتحته عشان المرار اللي فيه ينزل. تمام، وبعد ما قطعته رحت كب عليه كيس ملح، وقلبته كله على بعضيه، وسبته النهارده كده بقاله يومين. ماشي، بصوا المرار اللي نزل منه، كل ده مرار نزل من الزيتون. هكبه دلوقتي وهيترمى. وهخلله معاكم. خلاص اهو، بصوا المرار اللي نزل منه. تمام، ايه كمان، كنت جايبه 2.5 كيلو ليمون، سلقته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقى ايه طري. ليه هبه سلقتيه؟ لان احنا عايزين ناكله على طول، لكن انتي مش هتاكليه على طول وهتخزنيه مثلا لبعد 3 شهور هتاكلوه ولا حاجه، فما تسلقوش، او لو سلقتيه اديله سلقه بسيطه. تمام، لكن انا سويته زي ما انتوا شايفين اهو، عشان احنا هناكله على طول. يعني مثلا ممكن دوت يتخلل بالكتير قوي اسبوع، عقبال ما ياخد الملح والتمليحه والطعم بتاعه، ونبدا بعد كده نطلع وناكل منه. يعني مش هيكمل في التمليح ولا هيقعد كتير. تمام، سلقت الكميه اهي كلها، هطلعه بقى كده هنا. الميه اللي هو اتسلق فيها دي اوعي ترميها، دي استخدميها في الغسيل، غسيل المواعين. ممكن تزودي بيها على الصابون، زودي بيها على الصابون المواعين، بيطهر وينظف ويلمع وحلو قوي. فالميه دي انا مش هرميها، هصفيها فوق الجيركن بتاع صابون المواعين، وكمان هيدي ريحه ليمون حلوه. بصوا بقى هنا جهزت عصفر اهو، وحبه البركه وشويه ملح، وهقلبهم على بعض. وهنا بصلايه وفصين توم مفرومين، المفروض يكون فيه توم صاحي يعني سليم، بس انا ما عنديش. انا عندي التوم اللي عندي كله فرمان. خلاص، فهقلب دول كده، دول عايزين حبة البركة تاني. عادي لو الكمية كبيرة، عادي كده كده هستخدمهم برضو في تخليل الزيتون. تمام. طبعا انتوا هتشوفوا الفيديو في البداية بقول لكم انا جبت زيتون ومش عارفة ايه وكده وليمون، فانتوا هتفتكروا ان تكملة الفيديو دي والتخليل ده حصل في نفس اليوم. لا، بعدها بيومين على طول. يعني انا قطعت الزيتون في نفس اليوم، وبعدها بيومين اهو ببدأ ان انا اخلله معاكم. بصوا الليمون بحشيه كده بالعصفر وحبة البركة، وهبدأ ان انا احطه في البرطمان. تمام اهو، بس انا عشان بعمل بايد واحدة، الحامل بتاعي مكسور اهو كده.
وهحط في البرطمان. هملى بقى البرطمان كله بنفس الطريقه دي، هحشي الكميه دي كلها. بصوا عملت البرطمان اهو. هحط بقى البصلايه دي كده فوق، هي تدي طعم كده وخلاص، والثوم خلاص. وهنا بقى مجهزه ميه احط فيها ملح. هظبط الملح على حسب الطعم، يعني انا مش عايزاه مالح قوي ولا عادم قوي، يعني طعمه مظبوط. لو عايزه بالمعيار كل كوبايه ميه حطي عليها معلقه ملح. كل كوبايه ميه معلقه ملح. في شويه ليمون اهو، بس هعملهم بقى في برطمان صغير شويه، وهحطه في التلاجة عادي لان هو مستوي خلاص. يعني ممكن اسيبه بره التلاجة يومين 3 وبعد كده ابقى احطه في التلاجة واطلع منه على الاستخدام. تمام كده. وهغطيه بقى بالميه. ممكن تحطي شطه معاه بس عشان ولادي وكده، فمش هحط شطه عشان العيال تاكل منه عادي اهو. بس هغطيه بقى ايه كويس. كنت احط عليه زيت برضه، استنى احط شويه زيت على الوش. بس ادي كده ايه ليمون المخلل. هكمل بقى الباقيين في برطمان صغير بنفس الطريقه. نيجي بقى للزيتون. بصوا حطيت كده شويه تحت. اهم حاجه تعملي الخطوه اللي في الاول ان انتي تحطي له ملح بعد ما تشرخيه، تحطي له ملح وتسيبيه يومين في الملح ده لما ينزل المرار بتاعه، عشان ما يطولش معاكي في التخليل. لو انتي خللتيه من غير ما تعملي الشرخ والملح اللي انا حطيته ده، هيطول معاكي قوي في التخليل والمرار اللي فيه مش هيطلع بسرعه. انما بالطريقه دي المرار اللي فيه على طول بيطلع، وتقريبا بعد شهر بناكل منه، يعني شهر وشويه كده، يعني على طول، يعني ما بيطولش. لكن انت عايزاه يقعد سنه عندك، عايزاه يقعد شهور طويله، مش لازم بقى خطوه ان انت تشرخيه وتحطي له ملح ده. عندي هنا قشر ليمون، انا عصره ليمون هنا عشان هو بيحتاج يتحط له عصير ليمون. قشر ليمون اهو، الليمون ني مش مسلوق لان هيقعد كتير مع الزيتون. تمام. هحط له كده عصفر وحبة البركة اهو. بصوا الليمون المعصفر بتاعي حلو ازاي. تمام اهو. خلاص هكمل بقى ايه شوية زيتون تاني اهو كده. مع كل شوية زيتون بحط ما بينهم كده قشر ليمون، بيخلي طعمه حلو قوي، وبتحط له عصير ليمون زي ما قلت لكم اهو. فهخلص بقى كل الكميه واجيلكوا. لو عندك فلفل اخضر حار عايزه تحطي معاه، حطي برضو معاه الفلفل بيبقى حلو، بس انا ما عنديش. بس فانا هعمل ايه بالحاجات يعني اللي موجوده. تمام كده خلصت الكميه كلها. نيجي بقى هنا، دي ميه وملح، هحط عليها عصير الليمون كده. طبعا هزود الكميه، مش هي دي بس، لا هزود بس شويه الميه والملح دول باقيين من الليمون. وهحط كده وهغطي بقى الزيتون كله بالليمون والميه والملح. كمان جات لي فكره دلوقتي ان انا ممكن اغطيه بالميه اللي هي بتاعت سلق الليمون اهي، يعني برضو ممكن احط ميه سلق الليمون دي عليه، بما انه لازم يتحط عليه ايه ليمون وميه. ادي الميه بتاعت سلق الليمون هزودها عليه، وهحط ملح تاني، وهظبط بقى ايه طعم الملح بتاعه، يعني ما خلوش حادق قوي زي ما قلت لكم. عايزين بالمعيار كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح اهو كده. هزود الميه لحد ما اغطي بقى ايه الزيتون كله. وبكده خلصت يا جماعه. الزيتون زي ما قلت لكم هيقعد من شهر لشهر ونص، ويعني بعد شهر هطلع منه ضوء، لقيته لسه عايز تاني هقفل عليه تاني واسيبه شويه تاني. تمام. انما الليمون اسبوع بالكتير وهناكل منه، لان زي ما شفتوه مستوي، وانا سايباه بس ياخد من التمليحه والطعم اللي محطوط فيه بس. بعد كده بعد الاسبوع هحطه في التلاجة واسحب منه وهو في التلاجة. خلاص. انا بعشق الليمون ده، خصوصا لما يكون طري اطلعه كده واكله سليم، يعني يكون طري كده وحلو يعني. بس تعالوا بقى نشوف السمك كل ده في الفرن لسه مستواش. هعمل بقى جنبه ايه شويه رز. هنا بصوا بحمر البصلايه اهو عشان الرز الصياديه. وهنا كده غسلت الرز اهو سايباه يتصفى.
بصوا كده الرز اهو سايباه بقى، حطيت له ميه يتشرب وحط له بهارات سمك عشان كده فيه لون اصفر، لان بهارات السمك دي فيها كاري. تمام، وهغطيه بقى واسيبه يتشرب. بصوا السمك خلاص قرب، هفتح له بس الشوايه من فوق يتحمر شويه وخلاص. سامعين هنا؟ هتاكلي سمك؟ ماشي هتاكلي سمك. كده فتحت اهو فوق وتحت. بصوا الرز اهو بيتشرب خلاص، وهنا السمك اتحمر. بس ايه، كل عيالي نايمين، مفيش حد صح الا هنا، فمش هحط الاكل دلوقتي. بس المهم ان انا ايه جهزته. فشويه كده السمك يهدى وهحط الهنا تاكل مع الرز لسه مخلصش، فاضل حاجه بسيطه. المهم قلت اصور لكم، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله اشوفكم بكره على خير. باي باي. بصوا كده يا جماعه، عايزه اقول لكم السمك طعمه حلو قوي قوي. بصوا بناخده كده اهو مع الخضره، جميل. نحط بقى على الرز، حلو جدا. اتفضلوا معانا.